اخواتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اول حاجه، مبروك صفقه زيزو، انها تمت على خير. وانها جت سببت حرقان وشياط كتير قوي لجمهور الزمالك والمجلس ادارته، ولغايه دلوقتي هم مش عارفين يردوا يعني لجماهيرهم على الصفقه دي ازاي، وانها ضاعت منهم. لان كان في كلام كتير قوي، كانوا خايفين يبيعوا في الاول زيزو لاي نادي عشان ما يطلعش كوبري للنادي الاهلي والكلام ده. وكانوا يخافوا يعني بدل يعني مجلس اداره بيفكر في البطيخه، يعني ده مجلس اداره ولجنه كوره عندهم في البطيخ. اللي انت بيكون عندك لاعب بدل ما تبيعه وتستفاد منه، لا انت سبته لغايه اما ضاع منك فري، ولا طلت منه ابيض ولا اسود ولا اي حاجه، والراجل راح مضى للنادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي اي لعيب يتمنى اللي هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. ده شرف للعيب. مش اللعيب اللي هيضيف للنادي، لا ده النادي اللي هيضيف للعيب. النادي الاهلي بيضيف لاي لعيب، يعني واحد زي زيزو لعيب كبير وكل حاجه وما قلناش حاجه. آه بس اللي هو يجي النادي الاهلي ويلبس شيرت النادي الاهلي، فده اضافه. ده اضافه في مسيرته كرويه وانجازات وبطولات ان شاء الله، وربنا يكرمه معانا ويبعد عنه الاصابات عشان ما ناخدش الكلام فيه كتير. كفايه بس اخواتنا الزملكاويه محروقين منه قوي يعني. المهم الفيديو اللي انا طلع اتكلم فيه يعني اللي غيظني جدا، كولر مستواه وحش جدا، يعني مستواه الفني والاداري للنادي الاهلي وحش جدا. فين مجلس اداره النادي الاهلي من مارسيل كولر؟ هما يعني ايه اللي هما شايفينه حلو دلوقتي فيه في المطوشه دي كلها ومقتنعين بيه آه يخلوه يكمل؟ انا مع ان انا شايفه، يعني انا ومعظم ناس كتير اهلاويه بيشجعوا كوره شايفينه وحش. هو كان الاول حلو، كان مدرب كويس، بس الكيرف نازل. وبعدين هو معاه سكواد، اقوى سكواد في افريقيا، معاه لعيبه جامده جدا. غير ان هو مدمر نفسيه لعيبه، يعني في نفسيه لعيبه مدمر. يعني علي معلول، يعني انا مش عارف، مش مقتنع ازاي يقنعني انت يعني. اقنعني كده. عندك علي معلول ويحيى عطية الله. يحيى عطية الله ده انت من ساعه ما جه النادي الاهلي لعيب لا يصلح للنادي الاهلي، والله العظيم لعيب حرام الفلوس اللي بتدفع فيه. فهو جه تمام، والحمد لله اللي هو جاي ايه اعاره، يعني الحمد لله اللي هو جاي لنا اعاره، مش جاي لنا راجل بيع ولا الكلام ده. تمام. يحيى عطية الله ده لازم يمشي. ليه بقى مارسيل كولر يعني بعد ما علي معلول رجع من الإصابة والحمد لله اطمنا عليه في ماتش طلائع الجيش في الرابطة ولعب ماتش حلو، والراجل 10/10 وبيأدي واللياقة بدنية حلوة، انت ليه بتدمر نفسيته؟ ليه انت مش عايز تاخده معاك؟ مع ان في يعني من ساعة يعني اكاد اجزم ان من ساعة اصابة علي معلول والجبهة الشمال عندنا في خبر كان مفيش حد عوضه غير نسبيا كريم الدبيس. بس علي معلول يعني الناس بتعمل له حساب، اي فريق بيعمل له حساب. ازاي انت معاك لعيب بالقيمه دي والتاريخ ده والنضج الكروي ده والمهاره والحرفنه واسيسات واسرع ديليفري في مصر، وزي ما انت يا راجل ده الناس غنت له، الناس طلعت عليه جمل. ازاي انت كمدرب كبير، المفروض كبير وفي نادي كبير، ازاي انت واحد زي ده ما بتاخدوش معاك؟ طب انت انت لما بتصدق لعيب بيرجع لك من اصابه، انت كمدير فني بتكون قاعد زن على اللجنه الطبيه بتاعتك وبتاعت ومدرب التاهيل عشان يأهلوه عشان يرجع لك في اسرع وقت. طب الراجل رجع والراجل يعني لسه عنده يدي تمام، انت ليه ما بتلعبوش؟ انت ليه مصمم ان انت علي معلول لا؟ تمام. جبنا لك عمر الساعي برضو نفس الكلام، برضو لا ما بتلعبوش. طب انت عايز ايه؟ انت دماغك فيها ايه؟ طب انت اللعيبه دي كلها هتستغلها ازاي؟ وبتطلع في الاخر ادائنا وحش. طلعتنا قدام باتشوكا تمام في كاس الانتر كونتيننتال، مع انك كان في ايدك تكسب. قبليها السوبر الافريقي وبرضه خسرته مرتين، وخسرت مره في ماتش الزمالك وما جيتش فيه، جبت جون اكرم توفيق كان ضربه جزاء وما جيتش في الماتش خالص. يعني انا مع ان ساعتها كان سكوادنا اقوى من نادي الزمالك تمام. وبخصوص اكرم توفيق، انت عارف اكرم توفيق ماشي خلاص يا عم بتلعبه وانت بتستغله وماشي، هيمشي هيروح يحترف في ايا كان اللي رايح وبقى فين رايح، ماشي انت بتستغله ماشي، اجهز له البديل بقى يا عم. برضو قبليها اليو ديانج قال لك لا مش عايز اليو ديانج ومشينا اليو ديانج. احمد عبد القادر ومشينا لعيبه عتاوله مشيت من النادي الاهلي. بيرسي تاو ماشي يا عم، بيرسي تاو مشيناه جبنا مكانه اليو ديانج.
انت عوضته في مين؟ عوضته في مين؟ مروان عطية. انت مروان مع المنتخب بيبقى الله اكبر حاجة، ومعانا حاجة تانية انا مش فاهم. انا مش فاهم انت عايز ايه؟ عايز إيه؟ نجيب لك سكواد ايه؟ نجيب لك لعيبة ايه على المزاج على الكيف؟ مع ان دي لعيبة، انت دي عتاولة القارة. انت معاك اشرف بن شرقي، معاك حسين الشحات، معاك جراديشار، معاك وسام ابو علي، معاك امام عاشور. انت معاك خمسة. انا حاسس ان انت الخمسة مش حاسس بقيمتهم. بتبص لهم من منظور مش عارف انت عايز ايه. مع انك انت اول لما جيت كان معاك لعيبه اقل، مع احترامي ليهم يعني، كانوا اقل فنيات، حاجات بسيطه من اللعيبه اللي معاك دلوقتي، وكنت بتعمل نتائج وبتلعب كوره وبتخلي شكلنا حلو. انت دلوقتي ما خليتش شكلنا حلو، انت بتخلينا ملطشه. ده انت زي ما بقول لك يعني يا اهلاوي يا جميل انت. باتشوكا خسرنا منها في كاس الانتركونتيننتال. السوبر خسرنا منه من الزمالك. كسبنا السوبر المصري بالعافيه برضو من الزمالك، كسبناه بالعافيه. مع اني لو هترجع قبليها ماتش السيراميكا، تمام، كان عامل ماتش رهيب. طب انت في إيه؟ انت ماشي على خط وبتسيب خط ليه؟ نخش بعديها كاس مصر ريحناك منه يا عم، قلنا لك مش هتلعب خالص. كاس الرابطه قعدت تعك وقعدت بدل ما تجهز اللعيبه المصابه عندنا واللعيبه اللي لسه راجعه. لا، انا مش عارف انت عايز ايه. يعني انت كمدير فني عايز ايه مننا؟ عايزنا كل ماتش يقعد يتحرق دمنا؟ ليه نقعد نحرق دمنا؟ ماتش الهلال هنا برضو عكيت وقعدت تعك وقعدت تخري وقعدت تزفت الدنيا، تمام، وبرضه نفس الكلام في افريقيا. قعدت تخري لغايه اما اتغلبنا هنا من اورلاندو، واتغلبنا هناك في الجزائر. بتقعد تعمل حاجات غريبه في الكوره. الكوره خلي بالك سهله والله يا مستر كوره، زي ما انت كنت بتلعبها الاول معانا سهله. لكن انت لو شطبت خلاص. طب مجلس اداره النادي الاهلي هيفضل لغايه امتى مقتنع بكولر، مقتنع بتفكير كولر، مع ان تفكير كولر وحش جدا؟ يعني تفكيره الايام دي والفتره دي وحش جدا. انا ما كنتش حابب اتكلم عليه كده، بس خلاص احنا بيتحرق دمنا كل ماتش. احنا كل ماتش في حرق الدم، لازم حرق الدم من كولر، تمام. فيا ريت مجلس اداره النادي الاهلي يتخذ قرار في كولر ده يغوره في داهيه، عشان احنا اتخنقنا منه، تمام. لان لو هيعدل نفسه يعدل، مش هيعدل يغور بقى في داهيه بعيد عننا. عشان عندنا كاس عالم، وعندنا حد يجي يحضر لنا باللعيبه دي لكاس عالم، ويحضر لنا لعب وتكتيك واداء، ونتمزج باللعيبه اللي معانا. احنا معانا لعيبه مزاجنجيه بتلعب كوره، لعيبه مزاجنجيه بتلعب كوره، تمام. تمام ماشي يا عم. لسه في صفقات تاني النادي الاهلي؟ لسه في صفقات تاني. كله عمال يتكلم بقى على كوتيسا وعلى مصطفى محمد وعلى بن رمضان كتير يعني. عامة كده السكواد اللي معانا ده 10/10. بس انا طالب يعني لو كوتيسا جه يبقى صفقة الموسم زي ما بيقولوا، تمام. و ان شاء الله يضيف اداره النادي الاهلي. لو هتعرف تخلصه تخلصه، مش هتعرف فطبعا هي عملت موسم صفقات بتحضر له من الشتاء، من الانتقالات الشتويه. موسم صفقات 10/10. تمام. نيجي بقى اخر حاجه دلوقتي انا لسه سامعها ان رامي ربيعه ان شاء الله يعني بص نزغرط اللي هو ماشي من النادي الاهلي. رامي ربيعه انا يعني من ساعه ما يعني انا بشجعه بس عشان هو لابس شيرت النادي الاهلي، مش هقول لكم اكتر من كده. لكن هو خرم. رامي ربيعه ده خرم كبير قوي 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 قوي. فبلاش تتنك على النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي عملك تمام زي اكرم توفيق، مش عاجبك يلا يا باشا اتكل على الله. لا يا رب بص تروح دلوقتي مالا، تروح الزمالك، روح اللي انت عايز تروحه، روحه يا حبيب قلبي. اوعى تفتكر رامي ربيعه ده المفروض كان مشي من النادي الاهلي. كان في فيديو شهير ليه هو كده، ما كان حد من الجمهور طلع بينتقده وكده، قال له مش عاجبك ما تتفرجش عليا، ما تشجعش النادي. ايه يا عم وانت اشتريتنا؟ انت النادي الاهلي اللي عملك، النادي الاهلي هو اللي خلاك ليك اسم. لكن ما انت هتيجي في يوم وتقعد تتنك اي لعيب بقى، سواء انت ياسر ابراهيم اي لعيب هيقعد يتنك علينا؟ لا يا باشا بالسلامه. زي ما احنا عملنا هنعمل غيرك، وزي ما احنا جبنا هنجيب غيرك. انت فاهم؟ خلاص. لكن انت هتقعد بقى تعيشها وانا رامي ربيعه، وانت خرم كبير خلي بالك. والله العظيم انت خرم كبير. خلي بالك عبد المنعم لو موجود واشرف داري انت مش هتشمها. والله العظيم ما بهزر. ويا ابراهيم في حالته انت برضو مش هتشمها، تمام. فاعقل كده يا رامي يعني. خليك عاقل كده، ويا ريت تمشي، لان احنا برضو زهقنا منك. ان خلاص ان اللغه الكوره بتاعتك دي ادمت، الكوره بتاعتك اللي انت بتلعبها دي ادمت يعني، تمام. واشوفكم على خير، وان شاء الله نكسب بكره. ان شاء الله نكسب النهارده. خلاص احنا بقينا النهارده ماتش بيراميدز نكسبه باداء ونتيجه كويسه. لان المكسب
من غير اداء بيبقى ملوش طعم، بالذات لما يكون معاك لعيبه سكواد 10 على 10، سكواد كبير، سكواد عالمي. فما بتكسب كده ماتش من غير اداء بتلاقي نفسك مخنوق. انت بتتفرج على فريق النادي الاهلي في السكواد اللي فيه واللعيبه اللي فيه، انت عايز تتمتع، عايز تتمتع بكوره، عايز تتمتع باهداف حلوه، عايز تتمتع بجماليات كوره. فكل ده غايب عننا. فطبعا انا بقى راجل اهلاوي وبحب النادي الاهلي، اتمنى النادي الاهلي يكسب على طول، بس يكسب بفنيات وجمل ولعب ومستوى واداء يليق بينا وباللعيبه اللي موجوده. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.